قاعد اول امبارح مع ايلون ماسك. ايوه بجد مش مصدقيني ولا ايه؟ بيقول لي ايه؟ I have some money and I wanted to you to set up a closing صح store. قلت له ايه يا عم ايلون، انت داخل المجال ولا ايه؟ انت جاي تقطع علينا؟ بص يا عم ايلون، ما تدورش كتير، مكسبك المضمون من العرايس. Why do this؟ تعالى بقى اعرفك ازاي ومنين. بص يا ايلون، عندنا قسم الانجيري مثلا في كل حاجه بتخص العروس، بدل رقص ورواب، ستانات واللبس التنكري، بيجامات وقمصان نوم وكاشات، كل حاجه انت تتخيلها لزوم الدلع. وكمان في قسم البيت هتلاقي عبايات الاستقبال، بيجامات وهوت شورتات، اسدالات وكاشات، وكل ما يخطر في بالك للعروس. ولسه مخلصناش، عندنا قسم الميك اب والعنايه، اجهزه وكوزماتيك، حمام مغربي، برفانات اوريجينال، وكل ما هو ترندي وجديد. والمفاجاه السعر اللي بيفرق مع اي حد. وكمان في قسم مهم جدا اي عروسه بتدور عليه وبيقع من التجار، عارف هو قسم ايه؟ قسم الدخل. اي عروسه واي واحده في الدنيا لازم لها شغل دخل، براهات واندرات والليجن والسبورتات والجيمات وكل حاجه في مكان واحد. كده يا عم مليون هتبقى في امان. عرفت بقى هتفرش بايه؟ ايه مستغرب ليه؟ عشان ما قلتلكش منين؟ I am scared. هو في غيره؟ ايوه يا عم، هو اكبر صرح تجاري واصل الجمله في مصر. ايوه اكيد انت عرفت، هو اللي جه في دماغك مفيش غيره، هو شركه رأفت صياغه. يلا بينا على رأفت صياغه، يلا يا اليون.